السلام عليكم. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة وسعادة. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيكه بالشكلاط والقهوه. كتعجب الوليدات الصغار وكتعجب حتى الكبار. بحجم عائلي. كتجي خفيفه هشيشه رطبه ولذيذه لذيذه جدا. صدقوني بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقه الوصفه. اذا الوصفه كنحتاجو 5 البيضات متوسطين، كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، كاس ديال القهوه اللي كنكونوا عصرناها قبل ولا طبخناها. الفاني كنستعمل انا هذا النوع، ما كنستعملش ديال الساشيه. عندي 2 كيسان ونص ديال الطحين وثلاثه الخمارات، وعندي هنايا علبه ديال الشوكولا، شوكولا غيش. نسبة الكاكاو فيه 55%، اللي هو اللي كيجي في زوين في الحلويات. الا خدينا اكثر من 55% فكيجينا بحال شويه المرورة فيه. اول مرحله كنديروا الشكلاط كيدوب في بان ماغي ولا في ميكرووند اللي عنده ميكرووند، وكندوزو البيض. كناخذوا البيض كنفرقوه البيض على الصفر، وكنبداو التطراب ديال بيض البيض. من بعد ما كنفرقوا البيض على الصفر، كناخذوا البيض كندهوه ونضربوه، كنديروا ليه قبيصه ديال الملحه، وكنضيفوا ليه معلقه صغيره ديال الفاني، وكنبداو التطراب ديال البيض حتى كيولي بلون دو نيج. من بعد ما كيطلع البيض وكيولي بلون دو نيج، كناخذوا صفر البيض وكنخلطوه مع كاس ديال سنيده حتى كيطلع البيض وكيولي حتى هو يعني كيطلع وكيولي بيض، يعني اللون ديالو كيولي بيض وكيكون الخليط طالع. من بعد هاد المرحله هذه كنبقاو نضيفوا الزيت غير بشويه، يعني بخويط خويط، حنا كنضربوا. هانتوما كتلاحظوا في الفيديو ان اللون ديال البيض تبدل والخليط طلع لينا. صافي كنزيدوا الزيت بشويه بشويه. من بعد ما كنخلطوا الزيت
مع الخليط ديال البيض وسنيده وكيتجانسوا. كنضيفوا كاس ديال القهوه اللي كنكونوا عصرناه قبل. من بعد كنضيفوا الطحين ديالنا. عندنا 2 كيسان ونص ديال الطحين مع 3 الخمارات. كنضيفوا الطحين اللي عندنا، القياس كامل اللي عندنا ديال الطحين كنضيفوه. هنا عندنا شويه الخليط يعني جاري. ملي كنضيفوا داك كاس ديال القهوه كيجري لنا الخليط. يعني واخا تيكون عندي الطحين مغربل، كنكون غربلت الطحين، ملي كنجي نخلطو ضروري ما كيتكونوا ليا دوك الحبيبات. اذا كنستعن هنا بالضراب لان الخليط خفيف بزاف. من بعد ما كنسالي من اضافه الطحين، كنمشي ناخذ الشوكولا ديالي اللي غيكون داب ليا وغادي نضيفو. بالنسبه للقياس ديال الشكلاط، عندنا 200 غرام ديال الشوكولا غيش. وكنبداو باضافه بياض البيض كميه. هذيك الكميه عندنا كنحاولوا نقسموها هي 3 ديال الكميات، وكنضيفو مع التحريك من الفوق لتحت باش الخليط ديالنا ما كيهبطش. شوفوا لي القوام ديال الخليط ديال الكيك كيجي بحال شي موس. كتجي رائعه هاد الوصفه هذه وناجحه 100%. وما نقولش لكم يعني الخليط ديال القهوه مع شوكولا غيش يا سلام. عشاق القهوه هما اللي غيفهموني. اذا كنستمر في التحريك، كناخذ وقتي. صافي كنستعمل طاوة يعني بحجم كبير. انا استعملت الشكل ديالها مستطيل بحجم كبير. اللي بغى يعني بغى الكميه قليله غادي يقسم المكونات على 2. صافي من بعد ما غادي نخوي الخليط في الطاوه ديالي، غندخلها للفران. غادي نشعل لتحت 180 درجه. منين غادي طيب غادي نشعل عليها الفوق واحد شويه. المهم خصني نبقى يعني مراقبها.
انا كنفضل، انا عندي فران ديال الضو، كنفضل من الاحسن نهز الطاوه شويه الفوق وعاد نشعل من التحت، يعني ما تكونش قريبه للتحت بزاف. في هذا الاثناء وكيكه ديالنا كطيب في الفران، كنشد شويه ديال واحد الكميه ديال الكركاع، كنكون صهدتها شويه من الاحسن يتصهد في الفران ماشي في الفراح او في المقله، يتصهد في الفران. من بعد كناخذ هاد الاله هاد لاباراي وكنطحنو، يعني كنهرمشو، هي باش غادي نزين الكيكه. من بعد ما طربنا كيكه خرجناها من الفران وهي سخونه، انا حيدتها من الطاوه، درت واحد الكوشه رقيقه ديال الكونفيتور. انا هنا استعملت ديال مشماش، تقدروا تستعملوا اي ذوق بغيتوه، فريز اي حاجه. وكندير واحد الكوشي خفيفه، ومن موراها كندير ديك الطبقه ديال الكركاع. الا جربتوا الوصفه عطيوني، خلوا لي التعاليق ديالكم، قولوا لي واش نجحت معكم، كي جاتكم كيكه، واش عجبتكم، شنو المشاكل اللي كتلقاو في كيكه، يعني كاين اللي ما كتبغيش تطلع ليه، كاين اللي يعني شنو هما الاسئله اللي عندكم، وانا غنحاول نجاوب على جميع التعاليق زوينه. شجعوني، خليوا لي دير لايك، ديروا ابوني باش يوصلكم الجديد ديالي. خليت لكم الراحه والهنا، الى فيديو قادم ان شاء الله.